يا الله، كيف لازم أقعد؟ هيك ولا هيك؟ لا لا لا، كيف بدي أقعد؟ أوف، خليني أقعد هيك. لا لا، بس هيك أزبط. أوف، ممكن يفكرني نفسية وشايفة حالي. يا الله، لا اهدى، خليني أقعد هيك. بس ممكن يفكرني نفسية. حتى هي لازم نحسبها مشان ما ننفهم غلط. بلغة الجسد ما في شيء عفوي، كله بيدل على معنى معين. مرتاح، متضايق، مو عاجبك المكان أو الأشخاص الموجودين فيه، كله بيبان بلغة الجسد. وهلأ ركز معي لأحكي لك على دلالات إشارات القدم لحتى ما تترك مجال لحدا يقلك فهمتك غلط. وقبل ما نبلش لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وهلأ يلا نبدأ. بنلاحظ وجود طرق عديدة للجلوس، وطبعا بتختلف من شخص للتاني، وحتى ممكن إنها تكون متعددة عند الشخص نفسه، بمعنى إنه كل مرة بتلاقي بيقعد بطريقة مختلفة. طيب حلو كتير، هل هذا الشيء منيح ولا لا؟ يعني إذا كنت قاعد بطريقة معينة مع رفقاتي وبعدها كنت بمكان فورمال شوي وبيتطلب مني إني أعطي شوية جدية، يا ترى رح أقعد بنفس الطريقة؟ الجواب عندك، بس ممكن لا. اكتبوا لي بالتعليقات إذا معي حق ولا لا. أكيد هلأ تخيلت كمية الراحة اللي بتحس فيها وقت تكون قاعد مع رفقات. هذا النوع من الراحة المفروض إنه ما يكون موجود أو في مبالغة في حال كنت بمكان بيتطلب شوية جدية، أو مع أشخاص بيتطلب إنك تتعامل معهم بطريقة معينة. ما عم قلك تتصنع أو تغير بحالك، لكن كل ما هنالك وغالبا رح تتفق معي بهي الفكرة، إنك لازم تكون منضبط ببعض المواقف. طيب شو يعني منضبط؟ المقصود بالكلمة هون إنك تكون قادر تحدد طبيعة الموقف اللي أنت فيه وكيف لازم تتصرف، طريقة كلامك، جلوسك، تعاملك مع الطرف الثاني وغيرها من التفاصيل. خلينا نتفق على فكرة إنه الطريقة اللي بنستخدم فيها القدمين هي اللي بتحدد الاتجاه اللي حابين نتوجه له. يعني فينا نقول إنه القدمين بيفضحونا كمان، مو بس العيون. بس في أفكار تانية ممكن أغلبنا ما بيعرفها، واللي هي: هل كنت تعلم يا عزيزي المشاهد أنه القدم أو الساق ممكن تظهر رغبتك بإكمال الحديث أو إنهائه مع الآخرين؟ رح اشرح لك كيف. الحالة اللي بتكون فيها الساق بوضع الطبيعي، يعني بهذا الشكل، تعطي إشارة تأكيد بقبول الشخص للحديث أو المعلومة اللي عم تحكي له إياها، يعني هو جاهز لأنه يسمعك للآخر وبتمعن كمان. أما الحالة اللي بيكون فيها الشخص حاطط رجل فوق الثانية أنت وعم تحكي معه، يعني احتمال كتير كبير إنه يكون هو رافض للفكرة اللي عم تحكيها، شاكك فيها، مالل من حديثها، أو حتى مو حابب يحكي معك من الأساس. نفس الشيء بيكون مراود الشخص اللي بتكون قدمه متجهة باتجاه معاكس للشخص اللي قدامه، أو متجهة نحو المخرج الوحيد من المكان. بهي الحالة بيكون الشخص مستعد ذهنيا وجسديا للمغادرة. وطبعا مثل ما سبق وحكينا، لحتى نقدر نحكم على دلالة الإيماء بشكل صحيح لازم ناخذ بعين الاعتبار جملة التصرفات والانفعالات وباقي التفاصيل الموجودة ضمن الموقف. إذا بعدك عم تحضر الحلقة لا تنسى تشترك بالقناة وتكمل مشاهدة، لأنه هلأ رح أحكي عن أوضاع رئيسية للوقوف وعلى شو بتدل كل وحدة. وقفة الانتباه، هاي الوقفة تعتبر محايدة، يعني لا بتدل لا على رغبة بالبقاء أو رغبة بالمغادرة. ممكن نلاحظها بشكل كبير بالنسبة للأشخاص اللي عم يتوجهوا بالحديث لأشخاص أعلى منه بالمنصب اللي بيشغلوه، سواء بالعمل أو بأماكن تانية، مثل الموظف اللي عم يحكي مع مديره، الطالب اللي عم يحكي مع مدرسه، أو باللقاءات الثقيلة أكتر اللي بيكون فيها البوس جاية فبتلاقي الكل واقف بهالطريق. إذن هاي الوقفة بتعطي انطباع باحترامك للشخص اللي قدامك وللمنصب اللي بيشغله، لهيك من الضروري جدا إنه تستخدمها في حال كنت حابب تبين احترامك وتقديرك للشخص اللي قدامك. وقفة الساقين متباعدتين، هاي الوقفة بيتم استخدامها بشكل كبير من قبل الرجال، يعني نادرا ما تشوف صبية واقفة بهالطريقة. تعطي الشباب شعور ثقة بالنفس وإظهار للقوة والسيطرة على الموقف اللي عم يمروا فيه، لهيك بنلاقي أكترية الشباب بيوقفوا بهالطريقة، والسبب ممكن يكون نفسي بحت، يعني الوقفة بتنعكس على النفسية وبتعطي شعور ثقة بالنفس. الوضعية اللي بتكون فيها إحدى القدمين متجهة للأمام، بيتم اتخاذ هاي الوضعية بالوقوف لما يتحول وزن الجسم لإحدى القدمين. بهي الحالة ممكن يكون الشخص عم يعطينا إشارة إما إنه بده يغادر المكان أو منجذب لإحدى الشخصيات الموجودة فيه، يعني مثل ما حكينا اتجاه القدم هو اللي بيحدد الشيء اللي عم يدور بالعقل. لهيك إذا كان اتجاه القدم نحو مكان المغادرة، فهذا بيعني رغبة الشخص بالخروج من المكان بأسرع وقت. أما في حال كان
كان اتجاهها نحو شخص محدد، فهذا بيعني انه هالشخص مشوق وجذاب نوعا ما للطرف الثاني. وهلا خلينا ننتقل لوقفة الساقين المتقاطعتين. هي الوقفة كتار بيختلفوا على معانيها، فريق بيقول ما تفهموا هالجماعة غلط، هن واقفين هيك من باب الراحة مو أكتر، يعني هالوقفة مريحة بالنسبة لهم. أما الفريق الثاني المختص بلغة الجسد بيقول إنه هالوقفة إلها دلالاتها من ناحية المواقف الدفاعية والحماية. طيب والحل هلأ على شو نعتمد؟ بسيطة، سبق وحكينا لحتى نحكم على شخص من لغة جسده المفروض ناخد بعين الاعتبار كل التصرفات والمواقف والإيماءات اللي عم تصير معه خلال الموقف اللي هو. فمثلا إذا كان حدا واقف بهي الطريقة أثناء اجتماع معين مع أشخاص معظمهم ما رح نقول كلهم ما بيعرفوا بعض، فاحتمال كتير كبير إنه تدل هي الإيماءة على موقف دفاعي ومنغلق تجاه الأشخاص الآخرين، والسبب هو عدم معرفتك فيهم. فطبيعي الموضوع، بمعنى أنا عم اسمعك ومدرك لحديثك كتير منيح، بس بدي وقف بهالطريقة ما بوثق فيك. طيب هي بالنسبة للشي اللي بيقولوه أخصائي لغة الجسد. وبالإضافة للشي اللي حكينا على الفريق الأول، فكمان ممكن يشوف إنه الشخص ممكن يتخذ هاي الوقفة لمجرد شعوره بالبرد أو اتخاذ موقف مريح. طيب كيف رح نعرف نفرق بهالحالة؟ كمان بسيطة، مختصي لغة الجسد أكدوا إنه هالحالة موجودة. أوكي، لنعرف إذا هي بتدل على إنه الشخص بده يرتاح أو حاسس بالبرد، ننتبه أكثر لوضع القدمين. في حال كانوا ثابتين ومضغوطين بشكل كبير على بعض، فهذا بيعني إنه عن جد الشخص حاسس بالبرد، لهيك لجأ لهي الإيماءة. الحلو بالموضوع إنه تفسير هالإيماءة بيكون سهل كتير بفصل الصيف، يعني ما حتنفهم غلط. بالنسبة لإيماءة الساقين المتقاطعتين ممكن تاخد عدة أشكال، وكل شكل بيدل على شيء معين. إذا كنت جالس ومتخذ إيماءة تقاطع الذراعين والساقين، فهذا بيدل على أنك غير منفتح أبدا للتواصل مع الآخرين. طبعا المساعد على إدراك هذا الانغلاق هو استخدام جمل قصيرة أثناء الحديث، رفض أي اقتراحات أو أفكار جديدة. وإذا سألت الشخص المتخذ هالإيماءة عن الموضوع اللي كان عم يدور حوله الحديث، ممكن ما يعطيك غير رؤوس أقلام أو ما يتذكر شيء أصلاً. أكيد كلنا متفقين على أنه هاي الحالات بنشوفها دايماً بحياتنا اليومية، سواء بالعمل، بالجامعة، نحن وعم نتسوق. صح، على سيرة التسوق، إذا مرة كنتوا بالسوق وشفتوا شخصين عم يتسوقوا وواحد منهم عامل هاي الإيماءة، شو بتتوقعوا يكون السبب؟ اكتبوا لي بالتعليقات. إذن إيماءات الوقوف بتعطي انطباعات مختلفة عن الأشخاص، وممكن أغلبنا ما بيدرك مدى أهميتها، أو حتى ممكن نوقف بطريقة عشوائية نوعا ما بدون ما ندرك شو معنى هالوقفة. هلا ممكن أغلبكم يقول لي شو الحياة صعبة هيك، بس صدقوني لما يكون عندكم معرفة واطلاع بهذا الأمر رح تكون حياتكم وتجاربكم جدا ممتعة. لهيك استمتعوا بكل تفصيل عم تتعرفوا عليه خلال برنامج فهمتك غلط. وهلأ وقبل ما أقلكم باي، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد من فهمتك غلط. باي.